حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل عن تحقيق الربح من اليوتيوب. إيه هي شروط اليوتيوب لتحقيق الربح والانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب؟ وإنت كمان كصاحب قناة لازم تتعلم إزاي تفعل الربح على القناة وإزاي تقبض الأرباح بتاعتك من اليوتيوب. هنتكلم عن كل الحاجات دي بالتفصيل من البداية للنهاية، عشان كده لازم تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان توصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نبدأ وإن شاء الله الحلقة تعجبكم. أول حاجة لازم تكون عندك أو أنت تمتلكها عشان تقدر تحقق الربح من اليوتيوب، وهو حساب جوجل أدسنس. حساب جوجل أدسنس ده هيكون الوسيط ما بينك وما بين قناتك على اليوتيوب. أنت هتحقق الربح من القناة بتاعتك بظهور الإعلانات على الفيديوهات، وبعد كده الأرباح هتترحل من القناة لحساب الجوجل أدسنس، وأنت بعد كده هتقبض أرباحك من جوجل أدسنس. وهقول لك على كل حاجه بالتفصيل بس خليك معايا. يبقى دي اول حاجه وهي امتلاك حساب جوجل ادسنس. تاني حاجه لازم البلد اللي انت قاعد فيها تكون متاح فيها الربح من اليوتيوب. للاسف في بلاد مش متاح فيها تفعيل الربح من اليوتيوب، فلازم تكون متاكد ان البلد بتاعتك متاح فيها تفعيل الربح من اليوتيوب، ودي تاني حاجه. نروح بقى لتالت حاجه واهم حاجه وهي شروط تحقيق الربح من اليوتيوب والانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب. لازم القناه بتاعتك تمتلك 1000 مشترك، ودي أول حاجة. لازم يكون عندك 1000 مشترك في القناة. الشرط الثاني لازم يكون عندك 4000 ساعة مشاهدة علنية في آخر 12 شهر، وركزوا في آخر 12 شهر. يعني أنت لو جمعت ال 4000 ساعة دول في 14 شهر هيتم حذف أول شهرين عشان نشوف آخر 12 شهر انت جمعت فيهم كام ساعة. فلازم تكون متأكد انك عندك 4000 ساعة مشاهدة، في مشاهدين يتفرجوا على الفيديوهات بتاعتك بمجموع 4000 ساعة في آخر 12 شهر. ودي من أهم شروط تفعيل الربح على القناة. مش هتقدر تفعل الربح على القناة إلا لما يكون عندك 1000 مشترك و4000 ساعة علنية في آخر 12 شهر. الشرط اللي بعد كده للانضمام أو لتحقيق الربح من اليوتيوب وهو إنك ما تنتهكش سياسات وإرشادات المنتدى في اليوتيوب. يعني المحتوى والفيديوهات اللي أنت هترفعها على القناة لازم تكون فيديوهات حصرية ليك أنت اللي مصورها وأنت اللي رفعها على القناة بنفسك. المحتوى بتاعك أنت، مش محتوى مسروق من حد تاني أو أنت واخده من قناة تانية. لازم يكون محتوى حصري ليك أنت. وكمان لازم نوعية المحتوى اللي أنت هتقدمها على القناة يكون محتوى مش بيخالف إرشادات المنتدى او سياسات اليوتيوب. انك ما تتكلمش عن حاجه فيها عنف او ايذاء او سرقه او اجرام، حاجه لها علاقه بالجنس، اي حاجات مخالفه للسياسات والارشادات. هكون سايب لك رابط للحاجات دي في وصف الفيديو ترجع لها عشان تعرف نوعيه المحتوى اللي مسموح بيه على اليوتيوب. وكمان ما ينفعش ترفع حاجه عليها حقوق طبع ونشر. يعني انت مستخدم في الفيديو بتاعك موسيقى بتاعت حد تاني، فيديو بتاع حد تاني، لازم الفيديوهات بتاعتك زي ما قلت لك وباكد عليك انها ما يكونش عليها مطالبات بحقوق طبع ونشر، والمحتوى اللي متصور بالموسيقى يكون بتاعك انت وخاص بيك انت. وهنا اليوتيوب موفر لنا مكتبة موسيقى كاملة اقدر اخد منها موسيقى مجانية واستخدمها في الفيديوهات بتاعتي من غير ما اقلق من حاجة اسمها حقوق طبع ونشر. عدد كبير من المقاطع الصوتية تقدر تستخدمها في الفيديوهات بتاعتك من غير اي قلق، من غير ما تقلق باي مطالبات، لانها مجانية بشكل كامل وهتلاقيها متاحة عندك في مكتبة الملفات الصوتية داخل استوديو اليوتيوب. حد ممكن يسألني سؤال دلوقتي ويقول لي انا هحتاج قد ايه عشان اقدر احقق شروط الربح من اليوتيوب؟ هقعد قد ايه يعني لحد ما اجيب ال1000 مشترك وال4000 ساعه؟ لازم تبقى عارف ان كل فيديو انت بترفعه على القناه ده بيبقى خطوه مهمه للوصول لل4000 ساعه مشاهده وال1000 مشترك. طول ما انت مستمر على الفيديو او طول ما انت مستمر على القناه ورافع الفيديوهات على القناه، وزي ما قلنا طبعا لازم تكون فيديوهات حصريه عشان ما تجيش مخالفات وتبقى بتتعب على الفاضي، كل ما انت بتوصل للهدف بتاعك بشكل اسرع. اهتم بجوده الفيديو، لازم يكون جوده كويسه، تصوير كويس، اضاءه كويسه، الصوت كويس، والصوت اهم حاجه، وده هيساعدك على جمع المشتركين وال4000 ساعة في أقرب وقت ممكن. لكن مفيش وقت محدد، في ناس بتوصل في شهر، في شهرين، في 3، في سنة، في سنتين. المهم يكون عندك ال1000 مشترك وال4000 ساعة في آخر 12 شهر. هكون سايب لك في وصف الفيديو مجموعة من قوائم التشغيل فيها فيديوهات تحتوي على طرق لزيادة المشاهدات على اليوتيوب، زيادة مشاهدات القناة وزيادة المشتركين على القناة. أكتر من طريقة واستراتيجية تقدر تستخدمها في تفعيل الربح أو تسريع تحقيق شروط الربح من اليوتيوب عشان تقدر تفعل الربح على القناة. وكده يبقى احنا خلصنا الجزء الأول في كيفية تحقيق الربح من اليوتيوب. نروح بقى للجزء الثاني من خلال جهاز الكمبيوتر عشان تفهم بشكل عملي ازاي هتقدر تفعل الربح من اليوتيوب. يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين ده استوديو اليوتيوب، ده استوديو القناة بتاعتك، وهنا بيبان كل الإحصائيات
وهنا الفيديوهات بتاعتك اللي انت بتبقى رافعها على القناه، وهنا قوائم التشغيل اللي تحط فيها فيديوهاتك. المهم دلوقتي اللي احنا عايزينه صفحه تحقيق الربح. زي ما انتم شايفين يا شباب تطوير قناتك مع يوتيوب، هنا بيبان عندك مدى تطور القناه بتاعتك، مدى وصول المشتركين عندك في القناه ل 1000 مشترك، وكم عدد الساعات اللي انت جمعتها. يعني من الصفحه دي انت بتراقب اداء القناه بتاعتك وبتشوف انت وصلت لكام مشترك ووصلت لكام 4000 ساعه في اخر 12 شهر. وهنا بتلاقي طبعا زرار ازرق بتدوس عليه، طبعا انا دوست عليه قبل كده، انت بتدوس عليه علشان لما توصل ل 1000 مشترك وال 4000 ساعه اليوتيوب يبعت لك اشعار او رساله على الايميل بتاعك ويقول لك فيه ان خلاص حققت شروط الربح من اليوتيوب وتقدر تقدم على تفعيل الربح من اليوتيوب. طيب تمام، احنا خلاص جمعنا شروط الربح من اليوتيوب، ال 1000 مشترك وال 4000 ساعه، والمحتوى بتاعنا حصري ومش مخالف لاي ارشادات ولا عليه حقوق طبع ونشر، والقناه بتاعتي اصبحت جاهزه لتفعيل الربح من اليوتيوب. ايه هي الخطوه اللي المفروض اعملها بعد كده؟ قلنا ان في الصفحه دي هي اللي انت هتتابع فيها اداء قناتك، ومن نفس الصفحه هتبدا تفعل الربح على القناه، لانك بعد ما بتجمع شروط الربح من اليوتيوب هتلاقي في صفحه تحقيق الربح كلمة كده باللون الأزرق تقديم طلب الآن. هتقدم طلب لتفعيل الربح بتاعك على القناة. بعد ما بتدوس على الزرار ده بيظهر لحضرتك صفحة فيها 3 خطوات للتقديم على تفعيل الربح من اليوتيوب. الخطوة الأولى فيها مراجعة أحكام برنامج شركاء اليوتيوب والسياسات والبنود ومش عارف إيه، ولازم توافق عليها. الخطوة الثانية وهي تقديم أو ربط القناة بتاعتك زي ما قلت لك في الأول بحساب جوجل أدسنس. بيبقى عندنا حساب جوجل أدسنس، بنيجي هنا في الخطوه دي بنربط القناه بحساب الجوجل ادسنس. لو انت عايز شرح عملي هيكون موجود عندك في وصف الفيديو طريقه ربط قناه اليوتيوب بحساب جوجل ادسنس، ولكن احنا هنا بنتكلم بشكل عام. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه ان حضرتك بتستنى ان الطلب بتاعك او التقديم بتاعك يتراجع من اليوتيوب. في شخص بيراجع القناه بتاعتك ويشوفها هل فعلا متوافقه مع سياسات اليوتيوب والارشادات ومفيش حقوق طبع ونشر والمحتوى حصري وخلافه، بيبدا يوافق بعد كده على تفعيل الربح على القناه بتاعتك، والقناه بتاعتك اصبحت منضمه لبرنامج شركاء اليوتيوب، وبتجيلك رساله على الايميل ان قناتك اصبحت جاهزه لعرض الاعلانات على الفيديو. ازاي بقى هتحط الاعلانات على الفيديو؟ بعد ما بيجيلك رساله بتفعيل الربح على القناه هتخش على القناه بتاعتك وهتلاقي كده في المحتوى عند الفيديوهات علامه الدولار ولكن باللون الرمادي، لسه مش باللون الاخضر لانك لسه ما فعلتش الربح على القناه. اول حاجه انت بتعملها هتعلم على كل الفيديوهات بتاعتك وهتدوس على اختيار الكل، بعد كده تعديل وهتنزل عند تحقيق الربح وهتختار تفعيل. طبعا انت هتلاقيها ايقاف، انت هتختار تفعيل وبعد كده هتدوس على تعديل الفيديوهات وهتبدا الارباح او الاعلانات تظهر على كل الفيديوهات. الخطوه الثانيه انك هتيجي عند الاعدادات وهتيجي هنا في الاعدادات التلقائيه لتحميل الفيديوهات وهتدوس على تحقيق الربح وهتبدا تحط جميع انواع الاعلانات على الفيديوهات وهتدوس على حفظ. دي الخطوه الثانيه في وضع الاعلانات. الخطوه الثالثه ان حضرتك هتخش على الفيديوهات الاكتر من 8 دقائق فيما فوق وتبدا تحط فواصل اعلانيه على الفيديوهات دي عشان يظهر اكتر من اعلان على الفيديو، مش بس اعلان في الاول واعلان في الاخر. الفيديوهات اللي اكتر من 8 دقائق تقدر تحط عليها فواصل اعلانيه زي الفيديو ده مثلا. هندوس هنا على علامه الدولار، هنخش كده يا شباب وهننزل لتحت كده وهندوس على اداره الاعلانات وهتبدا هنا اثناء الفيديو تدوس على فاصل اعلاني وتضيف فواصل اعلانيه تظهر قدام او تظهر اثناء عرض الفيديو. بعد كده بتدوس على متابعه وحفظ ويبقى انت كده حطيت اعلانات على الفيديو وفعلت الاعلانات على الفيديوهات بتاعتك، والاعلانات هتظهر على الفيديوهات القديمه والفيديوهات الجديده بشكل تلقائي مجرد ما ترفعه على اليوتيوب. بس لازم تحط فواصل اعلانيه لو الفيديو اطول من 8 دقائق. تمام يا شباب، بعد ما فعلنا ربح على القناه وحطينا اعلانات على الفيديو، الارباح بتاعتي بقى هتظهر فين؟ هقدر اتابع ارباحي فين واشوفها فين عشان اتابع ارباح القناه؟ الارباح بتاعتك هتظهر على احصائيات القناه بعد 48 ساعه من تفعيل الربح، مش هتظهر في نفس اللحظه. الارباح او الاحصائيات بتتاخر في الظهور على القناه. بعد ما الارباح تظهر على القناه او هتلاقيها على القناه في قسم الاحصائيات، القسم ده يا شباب اهو قسم الاحصائيات، هتلاقي الارباح بتاعتك ظهرت على القناه وتبدا تتابع الارباح بتاعتك وتشوف الارباح بتاعتك كام. بعد كده الارباح بتاعتك بتترحل لحساب جوجل ادسنس كل شهر من يوم 7 لحد يوم 15. يعني في الفترة دي الأرباح بتبدأ تترحل من جوجل أدسنس أو من اليوتيوب، من قناتك على اليوتيوب لحسابك على جوجل أدسنس شهريا، وتقدر تقبضها بعد كده يوم 21. ولكن في شروط علشان تقدر تقبض أرباحك من جوجل أدسنس اللي اترحلت من قناتك على اليوتيوب. بعد ما أرباحك بتوصل ل $10 على القناة والأرباح بتترحل لجوجل أدسنس، لازم الأرباح تكون وصلت ل $10. يعني جوجل أدسنس في الحالة دي بيبعت لك ظرف زي الظرف اللي حضرتك شايفه قدامك ده اسمه البين كود. الظرف ده
بيوصل لك في البريد على العنوان بتاعك، بيبقى موجود فيه حوالي 6 ارقام بتكتبهم في المكان المخصص داخل جوجل ادسنس عشان تقدر تفعل الحساب بتاعك. وبعد كده جوجل ادسنس يقدر يبعت لك الفلوس بكل سهوله من غير اي مشاكل، ولكن لازم توصل ل $100، يعني الحد الادنى لسحب الارباح من اليوتيوب وهي $100 امريكي، بتقدر تستلمهم عن طريق حساب بنكي او شيك. ولكن احنا دايما نقول الحساب البنكي اضمن من الشيك، لان الشيك بيتبعت عن طريق البريد ويبقى صعب ان هو يوصل. فالافضل انك تستخدم حساب بنكي لاستلام ارباحك من اليوتيوب، واليوتيوب بيبعت لك الارباح او ادسنس بيبعت لك الارباح يوم 21 في الشهر، وبتوصل لك خلال 3 ايام او 4 ايام عمل، ما فيهمش ايام اجازه. ولو ما قدرتش تفعل حسابك على جوجل ادسنس بالبين كود، بعد 4 شهور بتقدر تفعله عن طريق البطاقه الشخصيه. بتبعت البطاقه الشخصيه بتاعتك، بتبعتها برضو في مستند على جوجل ادسنس في مكان مخصص، يعني يبدا الحساب بتاعك يتفعل بالبطاقه الشخصيه وبتستلم ارباحك. ولكن برضو لازم تستنى لما توصل ل $100. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الحلقه، وعرفنا مع بعض ايه هي شروط تحقيق الربح من اليوتيوب وكيفيه تحقيق الربح من اليوتيوب من البدايه لحد ما تستلم الفلوس في ايدك. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.